ما قدرش يمسك نفسه قدامها وطلب منها الجواز في وسط الفرح، وخلاها الرقاصة الأعلى أجر في وسط كل اللي حواليها، وقال لها أنا عندي 9 عيال وعايزة أكملهم فريق كورة، شدي حيلك معايا يا حورية. رضا البحراوي اتجوز الرقاصة حورية. خبر انتشر في الفترة الأخيرة بعد الظهور المتكرر مع بعض في أفراح وحفلات ومناسبات كتيرة، وكمان الأنظار كلها اتجهت إن بينهم كيميا وفاهمين بعض جدا، بنظرة عين تعرف هو عايز منها إيه. الرقاصة حورية كانت متجوزة قبل رضا البحراوي وقبل شهرتها من كهربائي، ومش بترضى تحكي كتير عنه ولا عن فترة الجواز دي اللي ما استمرتش كتير بسبب إنها دخلت عالم الرقص والشهرة. وزي أي راجل شرقي، الكهربائي مستحملش إن مراته تكون رقاصة، راح مطلقها وقال لها كل واحد فينا من ناحية يا بنت الحلال. أما رضا البحراوي فالكلام عليه كتير إنه متجوز 3 ومخلف 9 عيال، آخرهم ابنه اللي جه في شهر 8 اللي فات، وبسبب العدد كان حديث السوشيال ميديا كلها. وطلع هاجمه تامر أمين وقال له إيه يا عم رضا، بالراحة على الدولة مش كده، مش هنقدر نستحمل كل ده، وخلي بالك كل دول ملزمين منك، تعلمهم وتأكلهم وتصرف عليهم كويس جدا، انت بتكسب فلوس كتير جدا بس مش لدرجة انك تجيب 9 عيال. ورضا البحراوي ما علقش ولا قال اي حاجة على الاخبار المنتشرة بخصوص جوازه من الرقاصة حورية، وكمان حورية ما ردتش ولا قالت اي حاجة، وده ممكن يفسر انهم اتجوزوا ومش عايزين يقولوا لأي حد، خصوصا ان زوجات رضا البحراوي لو عرفوا هتبقى مشكلة ليه شخصيا. رضا البحراوي فنان شعبي خارج من حواري مصر، وشارب أصول ومش بتاع غلط، ومش بيشرب حاجة على حد كلامه، ومراتاته بيخافوا عليه جدا وبيغيروا عليه بسبب شهرته الكبيرة، وبيحاولوا يقفلوا عليه دايما علشان ما يبصش بره ويتجوز عليهم.